السلام عليكم خوتي وخواتاتي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي مجربه، يعني عليا انا. هذاك الراس اللي شفتو، راه داك الشعر شعري انا قبل ما يكبر لي شويه، وقبل ما قبل ما نستعمل هاد الوصفه هذه. دابا الحمد لله على كل حال. يعني كل شيء عندنا، كل شيء خصنا بنادم يخدم دماغه شويه. المهم جبت لكم هاد الوصفه اللي انا كنستعمل هذه سنه تقريبا وانا كنستعملها. دابا راه قربت تسالي لي، بقات لي واحد المعلقه. ايوا قلت نشاركها معكم. الصراحه كنت باغي نديرها بروجي، ما قلت وقلت ماشي خساره فيكم، يعني بزاف الناس كيطلبوها ليا وكنحشم. اللهم نديرها فيديو وكل شيء يشوفها صافي، ما بقيتش مخبياها. المهم تنتمنى تكون تعجبكم هاد الوصفه هذه. اللي هي باعشاب اللي هي موجوده في كل دار. حتى اللي ما عندوش يمشي يشريها من العطاره، 5 دراهم من الحاجه راه تبارك الله دوز لك عام وزياده. انا راني شحال عطيت منها وشحال هذا وبقى لي هاد الشويه دابا عاد نط كنديرها. المهم هاد المسحوق، هاد الاعشاب هادي كنقبطوا واحد نص سيترو ديال الماء، كنديرو في كاسرونه، كنديرو معلقه كبيره فيه ولا 2 معالق صغار، ونخليوها كتغلي مزيان حتى تتغلي. من بعد ما كتغلي كنديروها في واحد القريعه، وكنبقاو نشقوا بها شعرنا وهو نقي. يعني انا كنت دايره باش نديرها في الزيت، وفي التالي فضلت انني نديرها في الماء حسن. كنبقاو نشقوا بها شعرنا كل نهار وهو نقي. راه ما واخا تخرجي به، راه ما فيه لا ريحه، بالعكس ريحته زوينه، ما فيه يعني ما فيه حتى مضره. من الاحسن انكم تستعملوه والشعر نقي. المهم في الاعشاب اللي راني استعملت، كما كتشوفوا عندي القرقاع، عندي العظومه ديال التمر، القشور ديال القرقاع درتهم في الفران تيتحمروا شويه باش يقدروا يتطحنوا ليا. كنديرهم يتحمروا، ومن بعد كنجبدهم وكنشوف اللي هي صحيحه اللي على حسب الماكينه. الا بغيتو نتوما ديروها كاع تجمعوا المقادير كلها وديوها عند العطار يطحنها لكم. انا ما ديتهاش، طحنتها غير في الدار، يعني محناتني شي شويه. المهم عندنا الحرمال، عندنا 5 دراهم الحرمل، 5 دراهم 10 دراهم خديت الحرمل، 5 دراهم ديال زريعه الكتان، 5 دراهم ديال العرعار، عندنا 5 دراهم ديال الشيح، 5 دراهم ديال الورد، 5 دراهم ديال بابونج. هادو كنستعملو، هادو هما المقادير اللي كنستعملو. هادشي كله كندخلوه للفران شي شويه كيتصهد، ومن بعد كنحيدو منه غير الحجيرات، اما العويدات ديالو غير خليهم. من بعد غادي نقول لكم شنو غادي نديرو بيهم. لا. المهم كنقبطوا هادشي هذا كامل، كنقبطوه وكنقيوه من الحجيرات، ولا كان شي تراب ولا شي حاجه كنصهدوه شي شويه في الفران غير ما يبقاش بارد. الفران بعد ما كنطفيوه كنخشيوه واحد ثواني وكنجبدوه وكنخليهم حتى يبردوا شويه وكنطحنوه. انا كنت دايره في هاد القرعه هادي، كنت دايره بغي ندير بيه مشروع. المهم ماشي خساره فيكم، والله العالي العظيم انا منفعتي ما كنحلفش، ولكن راه النتيجه ما نقول لكمش. راه غير اليوم مشيت كنشوف هكا في الشعر ديالي كنقطعو كنقادو، ما يمكنليش نصور لكم وعرفتي تفاجأت بداك الخلفه اللي عطاني وداك التنبات اللي خرج لي الشعر. تبارك الله داك الشعر اللي كان عندي ما بقاش، ولا واحد اخر صلى على النبي ما شاء الله. كنتمنى لكل واحد، واخا انا عندي مشاكل صحيه، يعني عندي الغده ديال الدرقيه، راكم عارفين الغده الدرقيه شنو كدير في تساقط الشعر. ولكن ما شاء الله من بعد ما استعملت هذه الوصفه هذه ما نقول لكمش. كنتمنى كاع الناس اللي عندهم مشكله في الشعر ديالهم انهم يستعملوها. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم بزاف، راه مفيد. ويعني يعني جربوه ما غاديش تندموا. تقدروا ديروا لكم، تقدروا ديروا حتى بروجي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا الشيء اللي كتشوفوا غندير لكم فيديو عليه. داك البقايا اللي كنت كنطحن وكنغربل هي هذه يا لاله راها بخور صلى على النبي. عاجي شعرك وبخري. الفيديو الجاي ان شاء الله ننزل لكم الطريقه باش صوبت هذا البخور هذا، وبصحه وراحه.